السلام عليك من رب السماء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك يا كهف ومقصد السلام عليك يا كهف ومقصد السلام عليك يا حسن تفرد السلام عليك يا حسن تفرد السلام السلام على المقدم للإمام صلى الله عليه السلام على المقدم للإمام صلى الله عليه السلام على المضلل بالغمام صلى الله عليه السلام على المضلل بالغمام صلى الله عليه السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه السلام على المخصص بالزعامة صلى الله عليه السلام على المخصص بالزعامة صلى الله عليه السلام على المبشر بالسلامة صلى الله عليه السلام على المبشر بالسلامة صلى الله عليه السلام على
المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. منة الله علينا أبدا يوم ميلاد النبي أحمدا. خصنا المولى بفضل دائم إذ هدانا بالحبيب المقتدى. شرف النعمة شكرا للذي هيأ الأسباب ختما وابتداء. مستحق الحمد من إفضاله ومن الإفضال إتمام الندى. أيها الراجي ثوابا دائما وجه القلب تنال المددا. واجعل الأوراد ذكرا تالدا وصلاة وسلاما للهدى. سيد الناس إمام علم فضله في البينات خلدا. رتبة الإشراق من أنواره باب فتح بلسم من كل داء. كن عظيم الشوق في حضرته تتحسى كاس ذوق السعداء. سعدت نفس أحبت أحمد وتفانت في اتباع المقتدى. غاية الحب تنادي أهلها لينالوا من نداها المددا. إن حب المصطفى مكسبنا وكذا الآل نجوم الاهتداء. هكذا الإسلام يدعو أهله ليصيغ الحب عقدا مفردا. تتجلى فيه آيات الرضا ويسود الأمن دوما أبدا. رب حقق حبنا في المصطفى واهدنا للصالحات أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من قديم الأزل الماضي جرى حكم رب الخلق جريا سرمدا.
أن للعالم طه مرسل خاتم للرسل وهو المقتدى كلما جاء نبي قبله أخذ العهد كما أعطى اليدا ينصر المختار لو أدركه تابعا في ركب طه مرشدا كان طه علما في عالم الذر كما قد كان رمزا للنداء بشر الإنجيل والتوراة ما بشرته سابقات الاهتداء هكذا كان عظيما أزلا وعظيما يوم نلقاه غدا يصمت الكل ولم تلقى سوى سيد الكونين يدنو ساجدا فينادى اشفع تشفع ولتقم سائلا تعطى المقام الأوحدا ذا مقام الحمد قد نازله سيد العالم طه أحمد رب حقك حبنا في المصطفى ودنا للصالحات أبدا اللهم صل وسلم وبارك صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا حديث سرى باسم الحبائب فهز السكر وعطف الركائب صلاة الله لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد النجائب فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد ما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد من ركب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نور
نوره يجلو الغاية صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب جايب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله لاحت كواكب على أحمد تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائب صلاة الله ما لاحت على أحمد خير من ركبا نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد جائب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله راكب على أحمد خير من ركب النجيب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب صلاة الله على أحمد جائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله كواكب على أحمد خير من نجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من جائب تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطائب صلاة الله حد كواكب على أحمد من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه هيا الله قريشا واصطفى من قريش خير فرع مقتدى من وصول زاكيات كلها قد نما صيدا وطالت سددا ليجي المصطفى من دوحة لم يصبها خلل طول المدى فنقاء الأصل شرط لازم لنقاء الأمر من كل اعتداء سر ربي وهو قد أودعه في أصول وفروع سجدا ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا ربي حقق حبنا بالمصطفى واهدنا للصالحات أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه حي من حمل طه الهدى طاب حملا في الورى والمولدا
بنت وهب شرفت بالمصطفى ورأت برهان طه قد بدا خفة في الحمل حتى إنها لم تجد شيئا يعانى أبدا مدة الحمل رأت ما سرها وعلت قدرا وزادت مددا هي أم المصطفى من مثلها بين كل الأمهات سددا وضعته قبل فجر ساجدا نوره الوضاح في الكون بدا مظهر العفة يبدو مبهرا من نبي الطهر لما سجد سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشرق العالم بالميلاد إذ جدد الرحمن فيه المددا معجزات بهرت مظهرة سر ما أعطى الإله أحمدا كل فج في محيط الأرض لم يتمالك بل تسامى وشدا ولهذا سن أهل العلم أن يقف الأحباب صفا واحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله تترى وسلام الله جهرا يبلغ المختار فخرا سيد الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك منة الله علينا ببروز النور فينا أحمد الهادي أمينا جانا من خير ما احتدى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك طلعة الإشراق هلت
محمد يوم ميلاد محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ذاكر الناس بطه مرحبا وبما قد نالك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فهو للروح مناها مرحبا سيد الكونين أحمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا محب المصطفى صل مرحبا ثم سلم وتهلل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إن طه خير مرسل مرحبا حبه للقلب يسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد جدد الأفراح فينا وابتهاجا بمحمد ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد صلوات وسلام تتغشى الباب الأمجاد ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد وكذا آلا وصحبا ما حد الحادي وردد ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد واختم العمر بخير وعواف تتجدد ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس واللقاءات والاجتماعات، وأن يجعلها مولانا تعالى وسيلة من وسائل استخراج مكامن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تستخرج دفائن الحب للحبيب الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم
من قلوبنا حتى تبدو فعالا وأخلاقا ومعاملات، وتتجلى إن شاء الله صفات وقيم وطاعات وعبادات تصلح بها حالاتنا ومعاملاتنا وعلاقتنا مع بعضنا البعض. وهذه من أجل الدواعي وأجل الأهداف التي نجتمع من خلالها أو لأجلها، ونصلي ونسلم على رسول الله ونردد هذه الصلوات لنرفع شعارا يتجلى فيه باعث الحب للنبي الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأقوال التي تتردد والأبيات التي تنشد والقصائد التي تطرب الأسماع كلها تهدف لرفع ذكر النبي الأكرم وتجديد العهد والصلة بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. ينشأ الناشئة وقلوبهم معلقة برسول الله، وهم يتحببون إليه، يتحببون إلى أعماله، يتحببون إلى أخلاقه، يتحببون إلى أوصافه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذا مشهد من مشاهد العلم، ومشهد من مشاهد الدعوة، ومشهد من مشاهد التربية، لأن أجيالنا اليوم ترفع شعارات وتمارس سياسات وتدعو بدعوات، ويجتمع الناس تحت رايات مختلفة ومتباينة، لكن أنتم تجمعكم راية النبوة، وتجتمعون على شعار النبوة، وتجتمعون لأجل غايات وأهداف النبوة. هذه هي التي تجمعنا وإياكم. ينشأ الناشئ على هذه المحبة، ويتوجه قلبه إلى هؤلاء الكرام من ساداتنا الأحبة، بل إلى سيد الأحبة وإمامهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه من أجل الغايات، حيث أن من يعيش ممتلئا بحب النبي محمد ويعيش على محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله لا بد وأن يحشر في زمرته. وهذا الذي أنزله الله تعالى يوم أن تشوق أنس رضي الله عنه، ثوبان، سيدنا ثوبان رضي الله عنه، تشوق وتحرك في باطنه الشوق لرسول الله، ثم بعد ذلك ذهب فرآه، فرجع فتحرك الشوق في نفسه، ثم ذكر الآخرة وذكر القيامة، وذكر أنه يحال بين الإنسان والإنسان في القبر والبرزخ، وبعد ذلك القيامة لا يدري أيحشر مع رسول الله أم يذاد ويمنع عنه. فألم به حال، وأصابه هذا الفكر والحركة والفكرة الداخلية بشيء من باعث تهييج المحبة في نفسه، فألم به المرض وأصابه الوجع حتى نحل بدنه، ولم يعد يقوى على الحضور عند النبي. فسأل النبي عليه، قاب اليوم الأول والثاني والنبي يسأل، ثم قال أرسلوا إليه إما أن يأتي أو نأتي لنزوره نعوده. قال أنا آتي لرسول الله. فلما حضر سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثوبان؟ ما الذي غير لونك؟ ما الذي أنحل بدنك؟ أبك وجع أو بك ألم أو ألم بك مرض؟ قال: كل ذاك يا رسول الله لم يكن. ما بك؟ قال: إني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة، فذكرت الآخرة والمقامات الحشرية، فذكرت أنك تبعث مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة أكون في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا يا حبيب الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة التي كانت سببا لفرح الصحابة وسببا لاستبشارهم، وهي قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ساداتنا الصحابة: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذه الآية. ذي الآية كانت أجل ما فرحوا به بعد أن فرحهم بنعمة الإسلام. لماذا فرحوا بهذه الآية؟ لأنهم عاشوا محبة النبوة، وتحول هذا المشهد الذوقي والمشهد العاطفي والمشهد الوجداني إلى حقيقة في نفوسهم، وإلى باعث وحال وشاهد وحاضر في قلوبهم، فهم يعلمون أنهم لا يقيبون عن الحبيب ولا يقيب عنهم، وأن قلوبهم لا تنصرف إلى غيره، وتعلقهم لا يليق بغيره، فامتلأوا به عليه الصلاة والسلام وأيقنوا بأثر هذه المحبة، ولهذا حق لهم أن يفرحوا. لكن اليوم نحن إذا فتشنا في قلوبنا ونظرنا في أحوالنا وقصنا في بواطننا نجد قلوبنا متعلقة بمن؟ وقلوبنا وأرواحنا متعلقة بمن؟ ونفوسنا ملتفتة لماذا؟ وفكرنا متعلق بماذا؟ وأحوالنا ما الذي يتحرك فيها وما الذي يجول فيها؟ تعلقت قلوبنا في بعض الصور بشيء من الصور، وتعلقت أرواحنا بشيء من هذا الإبطال في الحياة وما يدور فيها، وتعلقت النفوس بالشهوات والقرائز، وتعلقت الخواطر بما يكلمها ويوجعها وما يؤلمها وما يحرك الألم في داخلها، ولم تعد خواطرنا متعلقة بالله ولا برسوله ولا بما يطمئنها من ذكر الله والصلاة على رسول الله، أو الانشراح بالقرآن، أو الانشراح بذكر الله، أو الانشراح بالقيام في الليل، أو التوجه إلى الله في الأسحار. انصرفت القلوب. ربما اليوم يشعر الإنسان بالاكتئاب ويشعر بالقلق إذا انقطع جواله ولم يمتلك هذا الرصيد الذي يربطه بالعالم وصور العالم وإعلام العالم وما يدور في هذا العالم. يتشوش ويصيبه الكرب، لكنه لا يتشوش ولا يصيبه الكرب إذا انقطع عن مجلس من مجالس الخير. ما يتأثر خاطره ولا ينزعج ولا يقلق إذا تأخر عن صلاة، لا يتشوش إذا تأخر عن ذكر الله عز وجل، أو إذا فاته ذكر في النهار أو ذكر في آخر الليل أو ذكر في أوسط النهار، ما يتغير عنده حال. بل ربما كان بعض اليوم الناشئة والشباب ما له ذكر أصلا، لا له ذكر ولا ورد ولا صلاة على النبي ولا تلاوة قرآن ولا ركعات بالليل ولا ركعات بالنهار ولا استغفار. وكيف يجد الإنسان الطمأنينة؟ وين معنى التعلق بالرسول الأكرم والحبيب الأعظم؟ إذا كان الإنسان يعيش هذه الحالة التي يعيش فيها منبتا منقطعا عن رسول الله، مبتور الصلة بالنبي الأكرم، مبتور الصلة بالله عز وجل، ليس له نصيب من الذكر، ليس له نصيب من الأوراد والأذكار التي دل عليها النبي المختار، ربما يستمع إلى القناء، ربما تحرك عاطفته المقاني والطرب، ربما يميل إلى المسلسل ويحافظ على موعد العرض ويعتني به ويشتغل، وإن كان عادها رياضة ذل بالطابور ما شاء الله وبالاشتراك، وكما ترون وتشهدون في واقع الحياة ينصبون الشاشات في الساحات والمساحات ويدفعون من أجلها المبالغ المتكاثرات لأجل يشاهدوا مباراة جماعة يجرون خلف جلد يدخل بين خشبتين ويصيحوا الله أكبر، والذي يلعب كافر ويهزم كافر، والمسلم يسجد سجدة الشكر. أي الذي جرى؟ أي الذي حصل؟ أي النعمة التي سيقت إليك؟ لكن حينما يرى ويشاهد جموع المصلين على النبي الكريم، أو ما ينقل من صورة المعتمرين والحجاج والزائرين،
ما يتحرك خاطره، لكن يتحرك خاطره لما يرى الممثلين والممثلات ويرى المعروضات ويرى القنوات ويرى التفاعل مع هذه الوسائل. حالتنا اليوم حالة يرثى لها. اليوم نحن نعيش الحياة الآلية، صارت حياتنا آلية محكومة بالآلة، متأثرة بالآلة، متأثرة بالثقافة الإعلامية، هيمنت على الوعي، سيطرت على الفكر، سيطرت على القلوب، سيطرت على النفوس، هيمنت على الأفعال والمعاملات والعلاقات، حتى أننا اليوم نعيش حالة من الانفصام في حياتنا. نصلي ونعبد الله وفي نفس الوقت نعصي والعياذ بالله تعالى، وربما استلذينا بالمعصية. نمارس في حياتنا وأعمالنا وأشغالنا وتجارتنا وبيعنا وشراءنا المنكرات، ثم بعد ذلك نتظاهر بالصدقات وفعل الطاعات. أو والعياذ بالله تعالى يعيش الإنسان الخلل من أخمص قدمه إلى أعلى رأسه، وإذا سمعته يتحدث أو يعبر أو يتكلم أو يستخدم هذه الوسائل تراه ما شاء الله يقدم القيم والأخلاق والمبادئ ويرسم التصورات ويضع الآمال الطويلات. ما الفرق الذي جعلنا اليوم نعيش الحالة المثالية في الفضاء والإعلام وننفصل عن هذه الحالة الأخلاقية والقيمية وتعدم التقوى في قلوبنا وبواطننا؟ صرنا نعيش حالتين، حالة في الإعلام وحالة في الواقع، يسودها الجدال والخصام، يسودها الإفساد والفساد، يهيمن عليها إضاعة الأوقات وإضاعة الطاعات وإهمال القربات. هذه حالة تحتاج أننا نعيد النظر. ما الذي يصلح مجتمعاتنا؟ لابد نوجه هممنا ونوجه همم الناشئة ونوجه مشاعر الناشئة وهمم الرجال والشباب والأبناء والبنات، نوجه هممهم إلى صيانة الدين، إلى صيانة القيم، إلى صيانة الأخلاق، حتى يحكموا طباعهم ويؤدبوا أنفسهم ويتعرفوا على مظاهر الأخلاق والقيم الشرعية التي جعلها الله تعالى ميراث هذه الأمة المحمدية، وجعلها الله الوزن أو المقدار والميزان الذي ترجح به كفة الإنسان عند الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى اللباس ولا إلى ما يظهر ويراه الناس. ينظر ربنا عز وجل إلى القلوب، إلى بواعث الأعمال، إلى الحالة الوجدانية التي تتفاعل معها قيم الطاعة. الله يجعل من هذه الذكريات واللقاءات والاجتماعات والمجالس المتعددة في المساجد والحارات وفي في مواطن العلم وفي عموم الأماكن التي تعقد فيها مجالس الصلاة على النبي، يجعلها الله تعالى وسيلة لإعادة الناس لتجسد وتمثيل حالة الاقتداء برسول الله، يجعلها وسيلة لتذكير الناس بمحبوبهم الأكرم ونبيهم الأعظم، يجعلها حالة العودة الواعية لمعرفة شرف القدوة في الحياة وشرف الاقتداء برسول الله. ويبارك الله في حبائبنا القائمين على هذا المسجد والمرتبطين به والقائمين في هذه المنطقة. الله يبارك في الجميع ويربط الجميع بالنبي الشفيع، ويربطنا وإياكم بالقرآن وبالسنة النبوية وبالأخلاق وبالآداب. وكم تتطلع الأرواح وتتطلع القلوب لمثل هذا المجمع الذي يكون ما شاء الله في هذا العدد من الناشئة ومن الشباب. هكذا تفخر البلدان، وهكذا تزدهر الأوطان بتهيئة الجيل، إعداد الجيل للقيم والطاعة والأدب. هذه هي أكبر المهمات التي ينبغي أن نتضافر عليها. وبعد ذلك من كان ولده غائب عن مثل هذا المجلس يتحسس منه. وين الولد؟ أين ذهب؟ ربما الآن
بعض الناشئة وبعض الشباب مشغولين بما غلب عليهم من العادات، بأكل القات وإضاعة الأوقات وتتبع القنوات واستهلاك الشهوات وانحراف العادات. نسأل الله العافية والسلامة. ابحث عن ولدك، ابحث عن بنتك، ابحث عما يشغلون به أوقاتهم وما يعمرون به أوقاتهم. هل تعمر الأوقات بالصلاة على النبي، بمجالس العلم، بذكر الله، بإقامة أسباب الطاعة، أو تعمر الأوقات وتهدر وتضاع وتهمل فيما لا يعود على الإنسان بعائد، لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة؟ وهذا الرجل السبهلل الذي لا هو من أمر دنياه ولا هو من أمر آخرته. الله يعمر إن شاء الله قلوبنا ويعمر أوقاتنا ويعمرنا بالطاعة، ويحببنا مولانا تعالى إلى الطاعات ويحببها إلى قلوبنا، ويحببنا إلى نبيه ويحبب نبينا إلينا، ويصلح الله أحوالنا ويقيمنا وإياكم على مراده منا، ويصلح الله وجهاتنا وتوجهاتنا ويرعى شبابنا، ويبارك إن شاء الله في المقبلين منهم، ويرد مولانا المعرضين، ويصلح الله أمر المسلمين، ويفرج الله تعالى عن إخواننا في سائر أقطار الأرض في طولها والعرض من المستضعفين والمنكوبين والمتسلط عليهم أعداء الدين، ولا سيما الثابتين في أرض الرباط. اللهم عجل بالفرج، وارفع اللهم الضيق والحرج، والطف بأمة النبي محمد، واجري اللهم أسباب الحفظ وأسباب النصر وأسباب التمكين لهذه الأمة، وأقم اللهم بها نصرة الحق والدين على الوجه الأكمل والحال الأجمل ظاهرا وباطنا. وبارك اللهم في من يعمر هذه المجالس، وفي من رتب، وفي من يشرف، وفي من يرعى، وفي من يوجه، واجمع اللهم القلوب على ما تحب وكما تحب برحمتك يا كريم ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على حماد واسع القدر والجاه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على حماد واسع القدر الجاه. مرت أيامنا في طيب عيش وأهناه، نحمد الله كل قد بلغ ما تمناه. الله 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 يا الله، والصلاة الجاه ليالي الصفا ما أحسن ليالي المصافى، ذه ليالي بها السلوان داروا حمياه. الله 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 يا الله، والصلاة على حماد الجاه. قد نشقنا بها من سيد الرسل راية، اتصلنا بسره حين أشرق محياه. الله 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 يا الله، والصلاة الجاه. جمع فيه اجتمعنا به وفوزنا برؤياه، جمع فينا ظهر وصفه ورسمه ومعناه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة
جاه سعد من قد حضر ذا الجمع يهناه يهناه يا سعادته في الدون يا وبشراه في أخراه. الله 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 يا الله صلاته الجاه من جزيل العطاء عين العنايات ترعاه من حضر فيه لا شك انه اسعده مولاه. الله يا الله 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 يا الله والصلاة على أحمد كل راجي بلاغ من فضل ذي الجود راجوه والوسيلة لنا أحمد واسع القدر والجاه. الله 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 يا الله والصلاة الجاه غني يا أحمد بذكر اسمه وكرر سجاياه وقت قطاب لي فيه الهنا والمصافى. الله يا الله 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 يا الله الصلاة على أحمد واسع الجاه فيه شاهدت حسنه فيه أدركت حسنه صح لي من حبيب القلب صدق الموالاه. الله 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 يا الله الصلاة على أحمد واسع القدر الجاه به عرفنا وصلينا معه في مصلى الحبيب الذي لولاه لولاه لولاه. الله يا الله 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 يا الله والصلاة الجاه الحبيب الذي لولاه 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 ما استقام الوجود إلا بوصفه واسماه. الله يا الله 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 والصلاة على أحمد واسع الجاه من بسط خير في الأكوان إلا برحمة لا ولا أشرقت شمس سوى من محيا. الله يا الله 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 يا الله والصلاة على أحمد واسع القدر والجاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه من كريم الجود نرجو نظرة تصلح الأحوال حتى نسعدا في الحياة نمنح المرجو من خير ربي مستمرا أبدا.
وختام العمر يأتي حسنا في ثبات وصلاح واهتداء لا نرى المكروه فينا أو نرى فتنة أو محنة أو شردا رب حقق حبنا في المصطفى وامنح الأحباب دوما مددا واهدنا يا رب لليسرى هنا وكذا الأخرى نوافي الموعدا في سلام وأمان دائم في ذرى الفردوس حيث الشهداء يا إلهي ومليكي سيدي كلنا في كل حال سندا وفق الكل لما ترضى وكن ربنا عونا ونصرا ويدا واشف مرضانا وعاف المبتلى واجل عين القلب من كل صدى واصلح الحاكم والمحكوم كي يصلح العصر الذي قد فسدا وارشد العالم والداعي إلى نشر دين الحق في كل مدى واعط طلاب العلوم همة في التلقي والترقي والهدى ليكونوا خلفا للمصطفى يحمل العلم الشريف الأوحدا ويعدوا للغد الآتي بلا وهن أو حب تقليد العدا يجمع بين العلوم وكذا عمل لله يفضي مددا ربنا نحن العصاة فاهدنا واغفر الأوزار واستر ما بدا واحمنا من شر نفس وهوى ومن الشيطان مع دنيا الردى وحي ما قد فات من تاريخنا واعد للدين ما كان ابتداء من زمان سلفي صادق يجمع الكل على دين الهدى رب واجمع أمة مرحومة تحت ظل الشرع فالشرع هدى يسع الحاضر منا كل ما وسع الماضين ختما وابتداء رب ضاقت فرج الكرب على أمة التوحيد فالخطب عدا وانزل الغيث ابتداء كرما منك يا من تمنح الخير ابتداء واسق ما قد مات من أراضنا تزدهي بالرزق خصبا رغدا واختم العمر بإيمان لنا وثبات واجعل التقوى ردا ومديحي في الحبيب قربة أبتغي الرضوان والصفح غدا وأرى وجه الحبيب راضيا في حياتي ومماتي مسعدا وختام الوصف صلى ربنا كل حين وسلاما سرمدا يبلغ المختار هادينا إلى كل خير وهو بالحق حدا وعلى آل وصحب نشروا شرف الإسلام فازدادوا هدى ولتجدد همة الأتباع في منهج الدعوة يمضوا سعدا صادقين مخلصين كلهم يحملون الهم هما واحدا واجزل المنح لنا يا سيدي أنت أهل الفضل دوما أبدا رب حقق واهدنا للصالحات أبدا اللهم صل وسلم وبارك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وقبول الإقبال وصلاح الأحوال. يمن الله علينا وعليكم بواسع الألطاف وجزيل الإفضال، ويكرمنا مولانا وإياكم بالاتصال الأكبر بحبيبنا ونبينا محمد مولى بلال، ويصلح الله تعالى به الفعال والمقال. ويمن الله علينا وعليكم بالارتباط بأسلافنا وشيوخنا ورجال الطريق وشيوخ المدرسة وأهل المعرفة والمصنفين والمحدثين وخدام شريعة سيد المرسلين. ويكرم الله تعالى حبائبنا في هذه الليلة المباركة بما أحبوا بما طلبوا، ويكرمنا وإياكم بما سألنا وما أمنا، ويجمع الله تعالى قلوبنا على النفع الظاهر والنفع الباطن، ويصلح الله تعالى أمرنا كله، ويتولانا مولانا سبحانه وتعالى في كل ما أهمنا، ويلطف الله تعالى بنا حسا ومعنا ظاهرا وباطنا. يجمع الله تعالى القلوب على محبة الحبيب المحبوب، ويجمع الله تعالى القلوب على ما يصلحنا وما يقيم به الله تعالى أمرنا، وما يصلح الله تعالى به أمر الأمة، وما يكشف الله تعالى به الغمة. يا ربنا يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وانصر اللهم إخواننا وأحبتنا والذائذين عن حياض الإسلام، والطف اللهم بهم أجمعين، واصلح اللهم أمرنا وأمرهم، وتولنا وتولهم، وعجل اللهم بلطفك لأمة محمد، وعجل اللهم بلطفك لأمة حبيبك، وعجل اللهم بلطفك لهذه الأمة المستضعفة. اللهم إنا نسألك إلا ما أجريت ألطافك وأظهرت عوافيك وأجريت حفظك وأبرزت سر وقايتك وكنفك ورعايتك لأمة حبيبك. اللهم عجل بذلك وأننا فضلك ونوالك بواسع إفضالك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بارك اللهم في هذه القرى والمدن، واجعلها يا مولانا من مواطن الخير ومن مواطن البر ومن مواطن البركة. أمن اللهم أهليها وأدم الأرزاق فيها، وابذل وانفح يا مولانا، وتفضل بعطائك وكرمك مع ألطافك وحفظك. سألناك يا مولانا ذلك، واصلح اللهم حال أوطاننا ويمننا وشامنا وسائر بلداننا. وأسألك يا كريم أن تحفظ الحرمين، وأن تمن بتعجيل الفرج لأولى القبلتين برحمتك يا كريم ظاهرا وباطنا. وعلى هذه النية وكل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة مع الحفظ والسلامة والسهالة والجمال وتمام الخدمة لدعوة النبي الأكرم والحبيب الأعظم ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.